السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزة؟ عاملين ايه؟ احنا بقى يا حبايب قلبي بقالنا اسبوع بره، كنا عند اخت ام سمسمة في القاهرة يا حبايب قلبي بنتفسح. خدت بقى العيال وكانت رحلة حلوة والله يا جماعة. خدتهم ورحت عند خالتهم وقلت لهم تعالوا بقى اما نغير جو قبل الامتحانات ما تبدأ. رحنا بقى ايه، اتفسحنا بقى ورحنا برضه ودتنا مركب في النيل وفسحتنا بقى في القاهرة يا حبايب قلبي، ورتنا كل حاجة حلوة. شفنا ايام سعيدة هناك والله، ما كناش عايزين نيجي بس ايه جينا بقى عشان ايه العيال برضه كنت مستأذنة لهم الدروس والامتحانات وكده. كنت سايبة البنت خلود كانت هنا في الامتحانات بتمتحن. عارفين بقى الكلية بدأت امتحانات، كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا ينجحهم وينجح الجميع يا رب. جينا بالليل بقى، جينا متأخرين، جينا بقى ايه كلنا ونمنا بقى ما حسناش بنفسنا. قلت بقى اما اقوم اشوف ايه الشقه عايزه، الشقه كلها بقى زي ما انتم شايفين كده تضرب تقلب، والسراير بقى عايزه اغير فرش السراير يا حبايب قلبي واروق الشقه كلها. وانتم شايفين بقى كم الغسيل ده برضو العيال برضو جايبين الهدوم اللي هم كانوا جايين بقى خلعوها وحطوها. قلت بقى النهارده بقى ايه احاول ان انا ايه اروق الدنيا. وايه قلت ابدا باوضه النوم بتاعتي هروقها واغير الفرش بتاع السراير، بقى له اكتر من ايه 10 ايام محطوط. قلت بقى اروقه واغير الفرش بقى ونروق الشقه ونخليها زي الفل. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي، نوروني كده وشرفونا. ادخلوا برده قناه يوميات ام سمسمه وحمو يا جماعه، نوروها يا حبايبي، عايزين نرفع لها المشاهدات ونرفع القناه كده يا حبايبي. هي ايه بتتعب برده وبتشتغل وبتصور برده وبتعمل كل حاجه حلوه لكم، نوروها كده وشرفوها. نغير برده الفرش بتاع السرير، هطبق بقى ايه البطاطين كده. الدنيا تلج يا جماعه والله، القاهرة ما فيهاش مطرة بس تلج يعني. عند شقة اختي تلج تلج، بقيت اقول لها افرشي افرشي حط حاجات كده دفي الدنيا والله العظيم. حتى بصوا زي ما اكون خدت برد في زوري من كتر البرد هناك، الدنيا ساقعة قوي، وهي كمان واخدة دور اول وبرده ساقعة معرفش ازاي يعني. احنا بقى كتر خيرنا اللي احنا ايه يعني مننا للسطح يعني. بقى ايه شايفين بقى السبت انت اللي غسيلات ده هياخد اكتر من 3 ساعات غسيل. بس انا ما بحبش ايه الشقه تكون متبهدله، بحب اروق وانضف كل حاجه. والسراير عندي ما بحبش الايه فرش السراير يبقى على السرير كتير يعني، اكتر حاجه 5 ايام واشيل الفرش واغيره. مفيش بقى تدفي عليه. الدفايات دي ايه بتدفي يا جماعه والله حلو. تقولها ازاي كده، نجربها كده.
احط بقى البطاطين. لمعت بقى كل حاجه يا حبايبي. طلع بقى ثابت الغسيل ده بره عشان هنطلعه على السطح عشان نغسله. واشيل بقى السجاده برضه هنفضها على السلم يا حبايبي. جبت بقى المقشة يا حبايبي عشان اغسل الأوضة، وحضرت بقى المية عشان نمسحها. خلي الأوضة زي الفل كده يا حبيب قلبي.
كده بقى مسحتها يا حبايب قلبي، هسيبها بقى لما تنشف خالص واجيب بقى السجاد وافرشه. وكده اكون خلصت الروتين بتاعي. متنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي. يلا مع الف مليون سلامه.